التيمم له كيفيتان. كيفية الأولى أنك تضرب، وكلاهما ضربة واحدة، وتضرب على الصعيد كلما صعد الأرض. لا يحتاج منا أن نأتي بتراب إلى المسجد على أنه له مواصفات. هو التراب هذا قد يقول والله احتمال أن الأولاد قد بالوا في الشارع، هذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول العلماء جاف مع جاف طاهر بلا خلاف. فأي مكان فيه تراب في الأرض فتيمم، إلا إذا رأيت رجلا بعينه بال الآن وما زال أثر البول فلا تتيمم في ذاك الموضع. تضرب ضربة. ثم هناك أمران لك أن تكتفي بأحدهما، كل ذلك في حديث عمار بن ياسر في الروايات في الصحيحين. لك أن تنفضهما ولك أن تنفخهما ولك أن تجمع بينهما. جاءت رواية النفخ وجاءت رواية النفض، والعلماء قالوا لا حرج إذا جمع بينهم. طيب هذا في أثر الضربة. بماذا أبدأ بالوجه، فامسحوا بوجوهكم للآية وأيديكم منه. أمسح الوجه ثم اليدين، هذه كيفية. في حديث عمار بن ياسر أبدأ بالكفين ثم الوجه. هما كيفيتان، جائز هذا وجائز هذا، يجوز هذا ويجوز هذا. فطريقة المسح لا يلزم مني أن أمسح الوجه كأنني أغسل الوجه في الوضوء. الوجه حدود شرعا قالوا من منبت الشعر إلى أسفل الدقن،